انقسام قارة افريقيا. يا باشا، القارة فعلا بتتقسم. الفترة اللي جاية هتحس بالموضوع ده كتير جدا، من زلازل وهنشوف براكين أول مرة نشوفها. أقولك قريب من حدود مصر كمان. أهلا بكم في قصة جديدة، وإن شاء الله تستفادوا من حلقتنا النهاردة. بص يا باشا، لو متابع الأخبار العالمية والمحلية اليومين دول فأكيد سمعت عن انقسام قارة أفريقيا لجزئين، عشان في المستقبل تتقسم لقارتين منفصلين عن بعضهم، بيفصل ما بينهم محيط ضخم. وعلماء الجيولوجيا بيأكدوا إن الانقسام ده مش هيكون حاجة كويسة خالص، لأن هينتج عنه مجموعة من الزلازل والبراكين في محيط الانقسام. طب يا ترى الكلام ده صح ولا غلط؟ سنة 2018 ظهر في جنوب غرب كينيا شرخ كبير جدا في الأرض، طوله 4 كيلو وعرضه 20 متر وعمقه بيوصل ل 50 متر. وعلماء الجيولوجيا قالوا إن سبب الشرخ ده إن قارة أفريقيا بتتشكل من جديد، وفي طريقة إنها تنقسم لجزئين. وعشان تفهم معنى الكلام ده وإزاي هيحصل محتاجين